أنا ماريا شرف من المغرب. مرحبا بك في فيديو جديد من سلسلة لنتحد من أجل المغرب ديمقراطي. في هذه الحلقة غادي نتكلموا على الديمقراطية البرلمانية. الديمقراطية البرلمانية واقفة على 3 تساريات: البرلمان، الحكومة والقضاء. أولا البرلمان هو اللي كيتكون من غرفة واحدة بحال الدنمارك أو السويد، أو لا من 2 غرف بحال المغرب. مثلا المغرب فيه مجلس النواب ومجلس المستشارين. البرلمان عنده سلطة تشريعية، يعني كيكتب القوانين، كيناقشها، كيصادق عليها ولا كيرفضها. كتعرض عليه الحكومة قانون المالية، أي شنو هو مدخول الدولة وشحال غادي تنفق في كل قطاع. ومن بعد كدوز هاد القوانين لمجلس المستشارين باش يراجعها. الأحزاب اللي عندها أغلبية في البرلمان كتحالف بيناتها باش تكون الحكومة، لأن قليل فاش كيجيب شي حزب الأغلبية اللي تسمح له باش يكون حكومة بوحده. في الغالب كيتحالف الأحزاب بيناتها باش تكون حكومة أغلبية. البرلمان كيراقب وكيحاسب الحكومة، وكيمكن ينزع منها الثقة ويدفعها للاستقالة. هادشي علاش الحكومة خصها تحافظ على الدعم ديال الأغلبية ديال البرلمان. التسارية الثانية اللي عندنا في الديمقراطية البرلمانية هي السلطة التنفيذية، هي الحكومة. علاش كنسميوها السلطة التنفيذية؟ كنسميوها السلطة التنفيذية حيت هي اللي كتنفذ، هي اللي كتطبق القوانين وكتصرف الميزانية وكتسير الوزارات، وهي اللي كتحمل المسؤولية السياسية أمام البرلمان، وكتقدم له تقارير وكتشرح فيها البرنامج الحكومي والإنجازات، وكتجاوب على الأسئلة النواب والنائبات. وهذا النوع من الديمقراطيات هو اللي منتشر كتير عبر العالم. السارية الثالثة هي القضاء. ومادام هي مهمة، كتعرفوا القضاء هو اللي كيوازن بين السلطة الأولى اللي هي البرلمان وبين السلطة الثانية اللي هي الحكومة. غادي نخصوا له حلقة بوحده. في الديمقراطية البرلمانية رئيس الدولة عنده دور شرفي، لكن رئيس الوزراء هو اللي كيسير المؤسسات ديال الدولة اللي تابعه له. الأحزاب السياسية في الديمقراطية البرلمانية كتهتم وكتخدم مصلحة المواطنات والمواطنين اللي انتخبوا عليها، وكتدافع على مطالبهم في البرلمان وفي البرامج الحكومة. في الديمقراطية البرلمانية الانتخابات الحرة والنزيهة مهمة في تكوين البرلمان والحكومة، وفتات كتطبق في الحقيقة الديمقراطية البرلمانية حسب موازين القوى اللي عندها وشنو الهدف والمستوى التقدم اللي بغات توصل له. في الديمقراطية البرلمانية الحقة يكون صوت الشعب مسموع، ومصلحته هي الهدف ديال الدولة وديال الأحزاب وديال النقابات. في الحلقة المقبلة غادي نتكلموا على الدور المهم ديال القضاء. وفي الأخير ما تنساوش تقسموا الفيديو وتكتبوا لنا رأيكم في التعليقات. شكرا وإلى اللقاء. حبك أقوى وأغلى علي، أعطيني من شمسك حرية، من أرضك عطر وندى. أعطيني من شمسك حرية، من أرضك عطر